لكل بنت زعلانة إن اللي بتحبه مشى من حياتها. اسمعي القصة دي. بنت كانت مخطوبة وبتحب خطيبها جدا، وقررت تعمل له عيد ميلاد مفاجأة في بيت أهلها. كلمت باباها ومامتها وجهزت كل حاجة بنفسها. البيت مليان فرحة وصاحبتها الأنتيم كانت موجودة. الوقت اتأخر وصاحبتها قالت عايزة تمشي. خطيبها قال لها أنا كده كده نازل، استني أنزلك أوصلك عشان محدش يرخم عليكي. نزلوا سوا. بعد ساعة البنت رنت عليه، موبايله عامل لها بلوك. دخلت واتساب بلوك والفيسبوك بلوك برضه. الدنيا لفت بيها. اتصلت بأخته تسألها في ايه. قالت لها حصلت مشكلة في الشغل عنده وهو نفسيته تعبانة ومش عايز يتكلم. عدى يوم وقلبها مش مطمن. عملت صفحة على الفيسبوك فيك وبعتته طلب صداقة. قبلها فورا. دخلت صفحته لقت صاحبتها متضافة عنده، وفي كومنتات ضحك وقلوب وهزار بينهم. أخدت سكرينات وبعتتها لأخته. ردت عليها إن أمها هتكلم مامتها. بعتت لصاحبتها تسألها يعني إيه ده. رد بمنتهى البرود: واحد اكتشف إنه بيحبني وعايزني، وإنت مش هتكرهيلي الخير. الكلمة كانت أقسى من الخيانة نفسها. مكالمة جت لمامتها من أم خطيبها بتقول إن ابني مش راجل وظلم بنتك وهو عايز يخطب صاحبتها. في لحظة القلب اتكسر والدنيا اسودت ووقعت على الأرض. فاقت في المستشفى. ازاي الشعور يتغير في ساعات؟ ازاي حد كنت لسه عامله له عيد ميلاد في بيتي يتحول للدرجة دي؟ البنت بتقول من كتر الوجع ما كانش عندي أي كلام غير اني اعتذر. قلت لها اسفة. قالت لي تعتذر على ايه؟ قلت لها من مرارة وقسوة الموقف مفيش غير كده اقدر اقوله.